اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في يوميات هولي. النهارده بقى روتين مش عادي، هنعمل غدا مع بعض وكمان هنهتم بجمالنا. زي ما انتوا شفتوا في الاول ان انا جبت ورك في بتاع ديك رومي وعملته وسلقته، وكمان حمصت الشعريه عشان هعمل رز، وكمان حمرت البصل عشان هعمل بسله بالجزر. وزي ما انتوا شايفين انا اهو بحمر الشعريه وحطيت الرز بعد ما غسلته. طبعا الرز بالشعريه بيبقى طبعا طعمه تحفه جدا، احلى من انك تعمليه ساده ابيض. ده بقى طبعا الرز المصري بتاعنا الجميل اللي بيبقى طعمه حلو جدا جدا. وعلى فكره برضو الرز البسمنتي ده بيبقى حلو جدا برضو، بس بصراحه الرز المصري بتاعنا بيبقى طعمه كده لذيذ كده. زي ما انتوا شايفين انا حمصت له الرز، وطبعا هحط عليه الشوربه. على فكره انا عايزه تتفرجوا بس على الفيديو على الاخر، لان زي ما احنا بنهتم بطبعا اكلنا وشربنا وعمايل بيتنا، لازم كمان نهتم بشكلنا، نهتم بمظهرنا، نهتم بجمالنا. عشان كده انا عامله لكم وصفه في اخر الفيديو حلوه جدا جدا جدا. زي ما انتوا شفتوا احنا عملنا كمان الملوخيه، بس انا بقى المره دي عملت بقى، جبت الدهن بتاع الخروف قطعته حتت وبسيحه واحطه طبعا في الفريزر. بس بجيب حته لما اجي بحب اعمل بقى الاكل الفلاحي الجميل بتاعنا، بروح بجايبه حته واقطعها حتت، وطبعا بسيقها مع معلقتين زيت وبحمرها زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا صبيت البسله بالجزر. على فكره ده بسله مجمده، انا كنت جايباها، بس مش ما تجيبوش اي نوع، في نوع اللي هو اسمه بسمه جميل جدا، سواء في الملوخيه او البسله او حتى الباميه، بصراحه حلو جدا. طبعا انا بحط كمان شويه شوربه علشان تدي طعم ونكهه الورك الديك الرومي اللي انا جايباه. ادهو زي ما انتوا شايفين انا بحمر بس الدهن. طبعا انا بشيل الدهن دوت، باخد بس منه الزيت بتاعه. زي ما انتوا بقى الريحه ما اقولكوش عليها، بتجيب اخر الشارع. الناس بتعرف انك بتعملوا ملوخيه، دي طشه الملوخيه الاصليه، بصراحه طعمها ما فيش كده. انا بحط اهو التوم زي ما انتوا شفتوا من زيت الدهن اللي انا عملته، وحمرها بقى. يا ربنا على الريحه بتبقى قويه جدا، ولا ملوخيه ام حسن. ايه رايكم؟ هتشوفوها وجربوها بجد بجد، هتعجبكم جامد جدا. طبعا بتحمريها زي ما بنحمرها على طول، وتروحي بقى طشه بيها الملوخيه، بجد طعم خرافه. زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان احنا برضو لازم نهتم بشكلنا. ماشي شغل البيت بيبقى واخدنا، العيال كمان واخدانا، بس برضو زي ما انا دايما بقول في كل فيديو ان احنا لازم نهتم بكل حاجة، مش عشان كمان شكلنا فقط، بس كمان عشان صحتنا. فالست لازم تكون جميلة، تكون ملكة ببيتها، ملكة في شطارتها، وكمان ملكة في جمالها، علشان كمان جوازنا محدش منهم يبص لبره، مع ان في رجالة اصلا عينيهم زايغة، بس على الاقل نكون عملنا اللي علينا. او زي ما انتوا شفتوا عملت السفرة والغدا للاولاد وكلهم كلوا. طبعا انا بحب اعمل الرز شكل كده هوت عشان يفتح النفس. وطبعا الجرجير انا بحب دايما يبقى موجود على السفرة، لانه زي البقدونس بيمتص الدهن اللي احنا بناكله، وكمان بيبقى فوائده رهيبة جدا. ادي الملوخية وادي الرز. طبعا بقى المواعين كانت كوم. طبعا انا متعودة ان بعد ما بتغدى او فطار او عشاء بدخل اغسل المواعين اول باول، لان لو كسلت عليها خلاص هتلاقي المطبخ ده زبالة، ما تنفعش تعملي فيها حاجة. فعشان كده بغسل دايما المواعين اول باول. طبعا بقى اولادي اي حد بيستخدم كوبايه او يستخدم طبق بيرميه وسخ، ما بيهونش عليهم يغسلوه. انتوا عارفين طبعا العيال وعمايلهم. عشان كده دايما بقى بغسل اول باول. وبرغم ان انا بغسل اول باول برضو بلاقي مواعين، لان شغل البيت ما بيخلص زي ما انتوا عارفين. بس على قلبنا زي العسل، هنعمل دي عيشتنا وراضيين بيها. واهم حاجه الرضا. الانسان لما يرضى بحاله
ربنا دايما بيكرمه. والرضا احلى حاجة في الدنيا، لانها هو ده سر السعادة، ان الانسان يرضى بحاله، يرضى بعيشته، يرضى بكل شيء ربنا كتبه له. ده اجمل حاجة في الدنيا. طبعا انا بغسل المواعين وبغسل كمان الحوض وبغسل كمان البوتاجاز، علشان لو كسلت عليه بيبقى زي المرة اللي فاتت، زي الفيديو اللي فات اللي هو بتاع غسيل البوتاجاز، بيبقى مبهدل. وكمان لو انت كسلتي عليه الدهون بتثبت في قلب البوتاجاز، فما ينفعش مهما عملت فيها بتفضل برضو اثرها. عشان كده لازم نتعود ان احنا نعمل حاجتنا اول باول. ماشي، هنيجي في يوم اكيد هنيجي في فترة نكسل، بس برضو نحاول ان احنا نخلص حاجتنا اول باول. طبعا كل واحد مننا ممكن يتعب شوية، ممكن يكسل شوية، بس في الاخر نحاول نخلص حاجتنا اول باول. لو خلصنا حاجتنا اول باول مش هيبقى فيه نشيل هم بقى الحاجات الحاجات مش نضيفة، الكركبة، الغسيل، مش هنشيل همها طالما ان احنا عم نعمل حاجتنا اول باول. طبعا انا بحاول بقى اغسل الاطباق كلها. طبعا بغسل الكوبايات الشاي والمية الاول، بعد كده بروح ماسكه بقى الطبقان كلها اغسلها كويس جدا، وطبعا بحطها على جنب عشان اصفيها قبل ما احطها في المطبقيه بتاعتها. طبعا المطبقيه عندنا فوق في المطبخ، بس صراحه طويله جدا، وانا الحمد لله قصيره، اختكم قصيره جامد يعني، فطبعا يا دوبك بطولها بالعافيه صراحه. بس يلا بقى هنعمل كل واحد مش بايديه، القصر والطول مش بايد البني ادم. بس طبعا اهم حاجة ان احنا دايما نكون سعداء، نحاول نخلق من يومنا فترة يبقى لينا. حتى لو بنعمل شغل البيت لازم يبقى فيه ساعة على الاقل ليكي، ساعة تعملي فيها اللي انت عايزاه، لا اما تهتمي بنفسك، لا اما تعملي اي هواية عندك، حتى لو رسم، حتى لو هتلغي في التليفون، حتى لو هتتفرجي على اي تلفزيون، حتى لو هتتفرجي على النت، حتى لو تحبي ان مثلا تقعدي في البلكونة، ايا كان، او هتروحي مشوار انت حباه. فعشان كده لازم تخصصي وقت ليكي في اليوم علشان تقدري تكملي بقوة ونشاط. اهم حاجة ده الحاجة الوحيدة اللي لازم نعملها. طبعا انا بغسل دايما المواعين، بنضفها من الزبالة اللي فيها الاول، بس طبعا بقى الاطباق كانت فوق بعض زي ما انتوا شايفين، فطبعا اللي كان فيه بقى زبالة ما فيهوش زبالة اضطرينا بقى طبعا بنضفه اول باول. بس اهم حاجة انك ان المواعين بعد الغدا تغسليها على طول، لان الغدا بالذات المواعين بتاعته بتبقى كتير، لانك طبعا بتعملي اكلات فيها دهون او اي حاجة، فطبعا بيبقى فيه دهون فيها جامد جدا. وكمان علشان ما يبقاش فيه دبان، لان الدبان لو المطبخ مش كويس بيجي فيها دبان، حتى لو المنطقة بتاعتك ما فيهاش دبان برضو بيجي فيها دبان. عشان كده لازم تبقى الشقة دايما نظيفة. عندنا مثل بيقول نظفي رشي بيتك ونظفيه ما تعرفيش مين ممكن يخش، مش عارفة يبتقال ازاي، بس انتوا بقى انتوا عارفينه. طبعا على فكرة امثال كتير جدا بتنطبق على الواقع بصراحة. عشان كده هو دايما اهالينا زمان كان كل حاجة بيطلعوا عليها مثل، ما فيش حاجة ما بيطلعوش عليها مثل. فعشان كده لازم الانسان دايما ينظف. هو معنى المثل اللي هو ان لازم ننظف مكاننا علشان ما نعرفش مين اللي ممكن يجينا فجأة، فلازم يبقى المكان دايما نضيف، على الاقل الانسان ما يتحركش، الانسان دايما يبقى تقدري تستقبلي في بيتك اي حد وفي اي وقت علشان المكان اصلا نضيف. فعشان كده الكسل فعلا وحش جدا جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين البوتاجاز كان طبعا مطرح الطبخ وكده كانت مش نضيف خالص، فطبعا انا غسلته كويس جدا. على فكرة اكتبوا لي في الكومنتات المثل بالظبط عشان انا مش فاكراه قوي، بس هو المثل هو معناه كده ان احنا لازم ننظف مكاننا عشان ما نعرفش مين اللي هيدخل لنا.
اوكي. فزي ما انتوا شايفين اهو، انا غسلت البوتاجاز غسله نضيفه جدا. اهم حاجه ان دايما ان احنا نبص نضفته كده، مش هيبقى فيه بعد كده بقع. ليه؟ لانك بتغسليه اول باول، وده احلى حاجه ان الانسان يعملها. نضفي على طول. طبعا انا بغسل طبعا الحوض بعد ما بخلص المواعين. على فكره انا المطبخ بالذات لما بنضفه بحس ان الشقه كلها نظيفه، لانك لما بتيجي تخش المطبخ تعملي مثلا كوبايه شاي، تعملي عشاء، بتحس انك مرتاحه، بيديكي طاقه ايجابيه طول ما هو نظيف. لكن لما بيبقى متبهدل بجد بيبقى طاقه سلبيه، بتحسي فعلا انك مخنوقه. عشان كده ده اهم حاجه في البيت، هو مملكة الست أصلا هو المطبخ. لو المطبخ نضيف نفسيتك بتبقى مية مية. لو المطبخ مش حلو بصراحة بيبقى جايب لك اكتئاب، لأن بصراحة بتبقي مش قادرة تعملي حاجة فيه. فعشان كده لازم تنضفيه أول بأول. انا بغسله وانضفه وخلاص، خلصت كل المواعيني ومسحت كل حاجة. فدلوقتي جه وقت ايه؟ عمل زيت الافيكاتو. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين اهو بقى جه وقت الدلع بقى. هعمل زيت اهو، زيت بذرة الافيكاتو زي ما انتوا شايفين اهو. دي هنقشرها اهي زي ما انا وعدتكم ساعة عصير الافيكاتو. وايه طبعا ايه ممكن لا اما تبشريها لا اما هتحطيها ايه في الخلاط. هحطها في الخلاط واجيلكم. دلوقتي اهو بعد ما طحنته اهي بذرة الافيكاتو بقى شكلها كده. خدت طبعا ايه شويه اهو في البطرمان. هنحط عليه بقى زيت اهي، اي زيت عندك. على فكره انا المره اللي فاتت كنت حاطه زيت الزيتون، ده زيت اكل عادي. بصي لازم ان انا ايه اغمره، واجيب معلقه كده افضل اقلب فيه كده. بصوا اهو. زيت الافيكاتو حلو جدا للبشره. اولا بيعيد نضاره البشره تاني، بيخليها جميله جدا، بيحل مشاكل البشره من الحبوب واثارها. حلو قوي قوي قوي، بيديها ملمس ناعم بالظبط كانها مرطب. ماشي. انا كمان هزيد من فايده الزيت ده. اعمل ايه؟ زيت جنين القمح اهو. هاخد معلقه اهي. زيت جنين القمح ده بقى بيتميز بحاجات كتير جدا. اولا بيعالج الشعر الخشن المتقصف اللي بينزل، اللي هو يعني بيعمل تساقط للشعر. واحلى حاجه فيه كمان انه كمان سواء زيت الافيكاتو او زيت جنين القمح بيعملوا على نضاره البشره وعلى تجديد البشره باستمرار. بصراحه حلو قوي 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 قوي. اقفله وهنروقه كده اهو. طبعا لو انتوا مستعجلين عليه هنعمل حمام ميه زي اللي انا الزيت اللي انا وريته لكم قبل كده. لكن لو انت مش مستعجله عليه هتحطيه 10 ايام في مكان ضلمه، بس لازم تغطيه مثلا بكيس اسود اهو. هتروحي ربطاه كده كويس قوي وحطاه في اي مكان ضلمه لمده 10 ايام. وكل يوم تطلعيه وترجيه، تطلعيه وترجيه عشان تقدري تستفادي من من المكونات اللي موجوده فيه. يبقى دلوقتي زيت الافيكاتو مش للبشره بس، اولا بيدي للبشره نضاره، بيديها نعومه، بيجدد خلايا البشره، وبيحل مشاكل الاثار الحبوب اللي موجوده في البشره. كمان بيستخدم كمان زيت الافيكاتو للشعر، بيعمل على تنعيم الشعر، بيخلي الشعر سهل التسريح. كمان بيرطب الجسم. حلو جدا زيت الافيكاتو كمان مع زيت جنين القمح، الاتنين بقوا حاجه متكامله بجد. هيبقى للشعر وللجسم وكمان للبشره، هيجدد بشرتك وهيخلي جسمك ناعم كانك حاطه مرطب، وفي نفس الوقت هينعم شعرك، وكمان هيديله الطول وهيبقى سهل التسريح. قد كده فوائد زيت الافيكاتو، قد كده فوائد زيت الافيكاتو، لانه بجد زيت جميل جدا. يبقى هندلع نفسنا وفي نفس الوقت هنكون ست بيت شاطرين، وكمان مهتمين بنفسنا وبجمالنا، علشان ما فيش اي راجل يبص بره. عشان كده لازم نكون نمبر 1 في كل شيء، ان كان في حاجة البيت او حتى في اهتمام بنفسنا. اتمنى يا رب ان يكون الفيديو نال اعجابكم. لو نال اعجابكم ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايكات كتير، واتمنى يا رب دايما تدعموني بلايكاتكم وكمان بكومنتاتكم الحلوة الجميلة. واللي ما اشتركش
يشترك في القناة، لانه بجد هيشوف فيديوهات جميلة جدا انتوا هتحتاجوها، هتكون جميلة علشان انتوا موجودين فيها. يا رب يا رب يا رب نتقابل في فيديو جديد وانتوا في منتهى الصحة ومنتهى السعادة اللي في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.